جوري. ولد في سنة 1507 واستشهد في سنة 1543، وكان من سلاطين الصومال الذين غزوا الحبشة، وهزم العديد من الأباطرة الإثيوبية، وألحق الكثير من الضرر والهزائم في تلك المملكة، مع مساعدة من الجيش تتكون أساسا من الصوماليين. وشرع الإمام أحمد في غزو ما يقرب من 3/4 الحبشة إثيوبيا حاليا، وضمها تحت سلطة سلطنة عدل خلال الحرب العدلية الحبشية 1529-1543، ردا على تحالف الحبشة مع البرتغال لاستخراج قبر النبي الكريم من المدينة. فالإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي هو أعظم سلاطين المسلمين الذائع الصيت المشهور، كانت له المعارك الخالدة، كاد يفني الحبشة لولا تدخل البرتغاليون وأوروبا المسيحيتين. استشهد في معركة ضد البرتغال والحبشة، وكان قد قتل القائد كريستوفاو ابن فاسكو دا غاما والملك لبنى دبنجل الأمهري في معركة وفلة. وقد ولد الإمام أحمد لقبيلة جدبورسي سمرون قرب زيلع، وهي مدينة ساحلية تقع في شمال غرب الصومال التي كانت جزءا من سلطنة عدل. الإمام المجاهد أحمد بن إبراهيم الغازي تزوج من ابنة السلطان محفوظ، كون جيشا قويا من الصوماليين البدو الأشداء، أعلن عن رفضه دفع الجزية للنجاشي، وبدأ بذلك حربه الجدية مع الحبشة التي استغرقت حياته كلها. ويمكن أن يميز في تلك الحرب مرحلتان: الأولى وتمتد 15 عاما 933 إلى 948 هجري